95 قطعه كوكيز بنص كيلو دقيق. طب انتوا مصدقين اللي انا بقوله؟ طب ما تيجي نخش ونشوف اللي انا بقوله ده صح ولا لا. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، هايش جدا. بسكوته دايبه دوب، شايفين؟ بسكوته دايبه دوب يا جماعه، مش مستحمل. بص انا اهو وانا برص واتكسرت مني واحده. ده يقول لك ايه؟ ان انا دايبه. شايفين الحلاوه؟ شايفين؟ 95 قطعه كوكيز بنص كيلو دقيق. متخيلين؟ احنا هنفتح مشروع من البيت. تعالوا اتفرجوا معايا وشوفوا احنا عاملينه ازاي، وازاي يطلع معاكم بالجمال والحلاوه والشياكه دي. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على بصوا 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 بصوا. خطير يا جماعه، خطير جدا جدا جدا. بصوا عامل ازاي؟ اللهم اني صايم. بصوا بصوا عامل ازاي، خطير جدا. تعالوا نخش ونشوف احنا عاملينه ازاي وازاي طلع معانا بالجمال ده. يلا بينا. بصوا احنا هنعمل مع بعض دلوقتي يا حبايب قلبي الكوكيز انا عامله مقدارين. يعني ايه مقدارين يا مريان؟ يعني انا لو هعمل مقدار واحد هيبقى كوبايه الا ربع سكر، هيبقى كوبايه الا ربع كده اهو، كده اهو بالظبط سمنه او زبده او زيت، اوكي. وهيبقى بيضتين، يبقى كيس فانيليا، هيبقى كوبايتين دقيق ومعلقتين. انا عامله بقى مقدارين يعني مزوده، تمام. يلا بقى بينا نبدا. الزبده لينه، انا لينتها دقيقه في الميكرويف عشان تبقى معايا سهله وسريعه. هنزلها هنا بالشكل ده. نزلت كميه الزبده وكميه السمنه، تمام. انزل بقى بالسكر. عايزه اقول لكم لو انت اول مره ما عملتوش كوكيز هتقومي تعمليه وممكن تفتحي منه مشروع كمان. المقدار ده انا ماشيه عليه من سنين وعارفه ان انا اظبطه بالطريقه الصح. شايفه؟ نفضل بقى كده بايدينا نلف السكر بالبتاع، وبعد كده ممكن لو مش عندك مضرب، المضرب السلك والله يبقى جميل جدا. بس انا عشان بشغل المضرب عشان في الانجاز، يعني عشان انا بعمل حاجات كتير في نفس اليوم. انتوا طبعا لو انت هتعملي حاجه واحده عادي مضرب السلك ما وريكيش حاجه، بس انا لسه بعمل حاجات كتير قوي في نفس اليوم يعني مش فاضيه. ودلوقتي بقى انا هشغل المضرب. بس بعد ما فضلت ارب فيهم لحد ما وصلتها للقوام الابيض، ننزل بالبيض بقى. ممكن ننزل ببيضه بيضه، ممكن ننزل بالبيض كله مفيش مشكله. يعني انا هنزل بنص كميه البيض واربهم وارجع بعد كده انزل كميه البيض التانية. ننزل بقى يا حبايبي بكميه البيض. ننزل بقى بباقي البيض كده بالشكل ده. ننزل بقى بكميه البيض بالشكل ده. بس ننزل بقى بالفانيليا بالشكل ده. بص حطيت ربع معلقه صغيره بيكربوناتو. احنا بسكوتة الكوكيز دي احنا مش بنحط عليها اللي هو البيكنج باودر، تمام. ليه مش بنحط عليها بيكنج باودر؟ عشان البيكنج باودر اولا هيفرشها، ثانيا هيخليها بسكوت معضم في بقنا، لكن البيكربوناتو بتخليها طريه وهشه وفي نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها. متنسوش بقى ذره الملح دي معانا 4 كوبايات دي زي ما اتفقنا. خلينا ان احنا نبقى متحكمين في الدقيقه مش هي اللي تتحكم فينا. نقلبها كده وننزل بالتدريج بالشكل ده كده ونقلب نعجن. احنا مش بنعجن، احنا النواعم يا جماعه عشان تعرفوا ان هي ما بتتعجنش، هي بتلفوها بس كده واول ما بتتناسب في الحاجه خلاص. قلت لكم احطها هنا عشان دي لسه طريه، هي كده مش هتبقى طريه خالص ميه كده. هنجيب نصها هنا بالشكل ده وهنحط عليها هنا معلقتين كاكاو وهنا هنحط معلقتين دقيق، اوكي. هو كده النص بقى مظبوط. بصوا زي ما قلت لكم هي هنا عايزه معلقتين الدقيق اللي احنا سايبينهم لها على جنب اهو، وهنا هنحط معلقتين كاكاو. بصوا معانا الشوكولاته اللي هي الشوكليت شيبس دي. طبعا انتوا ماشيش متواجد عندكم شوكليت شيبس، هتجيبوا شوكولاتايه خام وهتسيحوها وتحطوها في كيس ابيض شفاف او كيس حلواني وتنقطوا كده تنقطوا كده لحد ما تبقى معانا الشوكليت شيبس القمر دي، تمام. بصوا العجينه بتاعتنا يا حبايبي، بصوا القمر. طبعا احنا مش هنخليها كبيره كده عشان هي ايه بتنفش سيكه في الفرن، مش بتنفش يعني تنفش تبوظ، لا انا بعملها معاكم. شايف مفيش اي تشققات بقى، انا اول مره اجربها معاكم ما فيهاش اي تشققات، جامده جدا. نحط بقى الشوكليت شيبس، ممكن تسقطيها في الشوكليت بالشكل ده اهي، بس كده هتاخد كتير قوي فانا ايه هلزقهم كده كام واحده فاهميني، وخلاص هدخلها على انا عايزاها تبقى كده. الصرف ده لسه عامله فيه حاجه عشان تلاحظوا المكان الحاجات. نعمل واحده برضو مع بعض، لازم تمسكوها كده ما بين ايديكم جامد جدا. شايفين؟ بصوا شقايتش اهي عجينتنا
لذيذه جميله حلوه خالص. شايفين انا بحب ان انا اقف كده والزق الحاجه بايديا. شايفين تبقى بديه شكله احلى واقيم بالشكل القمر ده. هعمل معاكم واحده كمان واسيبكم بقى واقعد انا اعمل كل الكميه واوريها لكم في الاخر خالص. هعمل معاكم اخر واحده اهي. شايفين شقاتش دي عجينه خطيره. كمل باقي الكميه بقى. على فكره ممكن تعملي مقدار واحد اللي هو بيضتين، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمنه يا زبده يا زيت اللي عندك متواجد، عليه كوبايتين دقيق، كوبايتين ومعلقتين، يعني كوبايتين دقيق ومعلقتين. ممكن دقيقتك ما تحتاجش المعلقتين فيبقى كوبايتين دقيق خلاص، وتعمليهم هتعملي في مقدار واحد. انا كده خلصت. اقعد بقى شكل ايه كل الكميه دي. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو كتير جدا عشان يوصل للناس كلها. وانا بحبكم قوي، بس يا جماعه من فضلكم يعني شجعوني. انا بعمل فيديوهات وبتعب فيها، شجعوني باللايك بكومنت كويس عشان اتشجع واعمل فيديوهات كتير من حاجات النواعم اللي احنا بنعرفينها وبنحبها. يلا بينا بقى.